سلايس اوف لايف راند 23. هتجوز عشان اهرب من البيت. دي بقيت بسمعها كتير قوي، وكان بيبقى بنسبة كبيرة دايما بتبقى في البنات، لكن هي حتى دلوقتي كمان بقت من الولاد. فكرة اللي هو انا مش عايز اعيش مع اهلي، انا في حرية معينة عايز امارسها، انا عايز ابقى براحتي، انا مش عايز حد يقول لي حاجة. فبالتالي في جزء خلاص انا هروح اعيش لوحدي واستقل. وعاداتنا وتقاليدنا بنسبة كبيرة 80% من الاهالي يقول لك لا مفيش حاجة اسمها كده. فبالتالي بتلجأ البنت اللي خلاص اتجوز عشان اهرب من بيت اهلي. دي كارثة كبيرة جدا لسبب. بنسبة 90% البنت دي بتتجوز راجل بيبقى نسخة من باباها اللي هي عايزة تهرب منه، وده اللي بيسموه ستوكهولم سيندروم. وبنات كتيرة قوي بتبقى مش مدركة الموضوع ده. فبينتهي الامر ان هي الموضوع بدأ هتجوز عشان اهرب من بيت اهلي، بعد كده بتتطلق وهعيش لوحدي في الشقة اللي موجودة، مش هرجع لاهلي. فعقلها الباطن هو عمل السيناريو اللي هي كان نفسها يحصل من الاول، ان انا نط على طول هنا ابقى عايشة لوحدي. لكن زي ما بقول لك بسبب المجتمع وبسبب الدين و فبتلاقي ايه، لا مش هينفع اعيش بنت لوحدي، فانا هتجوز. الموضوع بيفشل ساعتها، ببرر لنفسي انا عايشه لوحدي، ما هو لا انا كنت متجوزه واتطلقت، فبالتالي خلاص انا اتعودت ان انا استقل بحياتي. فده بيبقى سيكونس عقلك الباطن ممكن يعمله عليك. طيب الحاجه التانيه ممكن لا يبقى مش ده الكيس، والشخص اللي انا اتجوزته الشخص ده انا فعلا بحبه، ماشي. بس في حاجات كتيره لازم تبقى موجوده في اي علاقه، انت او انت هتتغاضي عنها عشان انت لسه اللي بيزقك الهاجس يلا نتجوز بسرعه عايز اطلع من البيت. فبتبداي تضحكي على نفسك، ايه هو بخيل، لا بس ما نتجوز انا هعرف اعالج ده. هو لسانه طويل وبيزعق وبيتخانق، بس لا عشان احنا بس لسه ما خدناش مع بعض، بعد الجواز ده هيتحل. اصل هو بتاع بنات، لا ما هو ما يتجوز خلاص بقى هيلتزم. دي كلها مبررات بتضحكي بيها على نفسك. ففي الاخر الموضوع بيفشل. خلاصة الموضوع ان الجواز دي وانك تبني اسره مسؤوليه كبيره جدا، ما ينفعش يبقى الهدف بتاعها لمجرد ان انا ابويا ما بيرضاش يخليني اسافر مع اصحابي، ابويا ما بيرضاش يخليني اسهر بره في الخروجات، فانا عايز اتجوز عشان اسافر واخرج واتبسط. ده سبب سطحي قوي 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 اللي يخلي حد ياخد خطوه زي ان انا هتجوز وارتبط ببني ادم وشاركه صعوبات الحياه اللي هي اصلا عندنا صعبه قوي في بلدنا دي، وكمان اجيب اطفال لمجرد ان انا كنت عايز اخرج بالليل وارجع الساعه 1 بدل ما كنت برجع 9. ف90% الموضوع بيفشل، وكل البنات اللي انا بشوفها بينتهي بيها الامر ان هي عايشه لوحدها او انفصلت. 90% منهم بتقول لك السبب الاساسي انا كنت عايز اتجوز وخلاص.